يعني أنا والله ما عارف، يعني أدعي الأهل أقول ربنا يصبرهم، ولا أقول حسبي الله ونعم الوكيل في الإهمال، ولا أقول إيه اللي مكسح الأم أو منعك من إنك تخلي بالك من عيالك. اوعى تلوم الأب. الأب بيطلع يشتغل، بيطلع يتعب، بيصحى من فجر ربنا عشان يوفر لك حياة كويسة، عشان يوفر لك عيشة كويسة. لو ما وفرلكيش حياة كويسة هتطلع تشتكيه، هتطلع عايزة تطلقي منه، هتطلع تقولي ده مش عامل ومش مسوي ولا حاجة. دلوقتي الراجل في الزمن ده بيطلع يشتغل بدل الشغل واحد واتنين عشان خاطر واثق ان في ام مش مهملة واثقة من عيالها. ادي الشاب اللي عنده 18 سنة اللي مش شرقية، اللي للأسف استدرج بعشرين بنت إن هو يتمادى معاهم ويوديهم مكان بيته أو مكان، ويعمل معاهم حاجات ما ينفعش غير اتنين متجوزين فقط يعملوها. ودليل كده يتصور مع البنات. أنا عارف ليه البنات دي نفسي كمان تتمسك زي ما الواد ده اتمسك، عشان يتحاسب لأي بنت ما تعملش غلط بعد كده، عشان تفكري مليون مرة لما انت تسلمي نفسك لواحد هو اصلا مش كاتب عليكي، ولا هو مش جوزك حلالك قدام ربنا. تتعاقبي، والام كمان تتعاقب على اهمالها وقلة مسؤوليتها من بنتها، انك انت تسيبي بنتك تتعرض لموقف زي كده. وللأسف مش بنت واحدة، الموقف ده 20 بنت. والبنات متصورين عادي، البنات بقى عندهم كمية بجاحة أنا مشوفتها في حياتي. ايه الجيل الغريب ده؟ ايه الجيل اللي بقى بالمنظر البجاحة والوقاحة دي؟